السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والبارطاج، ومرحبا بكم وألف مرحبا. أجيو معايا خوتي وخواتاتي، نمشيو نشوفوا السريعة. سمعت بلي البارح مشات للولاية. كيف دازت الامور ديالها، وشنو وقع، واش الشكايه ديالها يعني تفاعلات، واش المهم نمشيو اخوتي نتكلموا معها جميع ونشوفوا اش تحت راسها ونعرفوا اش كاين تما. مرحبا بكم. تعرفوا المرأة لحد جاي من الكحول ديالها. البارح مشيت ماشي الكوميسارية، الولاية، بل الولاية كان الاستماع ديالي ان شاء الله في الشكايه ديالي. قلت لها ان شاء الله كان الاستماع ديالي ان شاء الله. يلا دابا شنو غدير لهادي؟ الامور دازت مزيانه عاديه، ما كاين حتى مشكل، استقبال عادي كاي مواطنه. بزاف ديال القنوات اللي ديال الخش باش يخرجوا قال لك شي قال لك راه معتقله، شي قال لك راه ما عرفت شنو، لقات مشاكل. واش حنا مواطنين من درجه ثانيه والاخرين مواطنين من درجه اولى، بروميير كلاس ودوزيام كلاس؟ لا، احنا نفس المواطنين، احنا عندنا درجة واحدة، سواسية امام القانون، سواسية امام المؤسسات. يكذب عليك الكاذب. دخلت عادي كأي مواطنة عادية، تمت المهمة بنجاح وخرجت عادي، ما كاين حتى مشكل، بلا ما تبقاو تروجوا. ولكن راكم عارفين السيستم، يعني بحال ديما ضروري خصهم يطلعوا، ولكن هما راه معروفين من كثرة الأكاذيب ديالهم. لو كنخرج كنكذبهم وكنخرج لهم الحقائق، ما بقاوش الناس كيعتقدوا كما قبل بانهم هما كيجيبوا سكوب. واخا كنغيب انا كيخرجوا بان تم الاعتقال، الناس عارفهم بان هذاك ماشي سكوب، وان هذيك كذبه من الكذبات فقط. هكا باش الانسان كيخلي كتستغربوا كيفاش القنوات ما كيطلعوش، بعض القنوات ما كيطلعوش رغم انهم، لان كيف ما كان الحال فالناس المتتبعين ما كيبغوش الحاجه الخايبه، ما كيبغوش الانسان اللي كيبغي يطلع على ظهر الاخر، ما كيبغوش. واخا هما متفرجين، مجرد متفرجين، يعني بين قوسين ماشي مجرد هي احتقار، ولكن زعما يعني كيتفرجوا ما عندهم لا نقه ولا جمال. وهذا دائما المتتبعين كيبغيو الانسان الصادق اللي مره على مره كيكتشفوا بانه فعلا صادق. كل ما كيخرج لهم الحقيقه، في كل ما كيخرج، رغم انه كيوقع واحد اللبس في البدايه، لكن من بعد كيتبين لهم بان هذاك الشخص عنده الحق، بانه ما كذبش عليهم، كيحترم مشاعرهم، كيحترم العقل ديالهم، كيحترم النفسيه ديالهم. مع المده كتربى ديك المحبه ما بين المتتبع وما بين صانع المحتوى او اليوتيوبرز. هذا الشيء اللي كيصنع الكارير نتاع بنادم وكيخليه مستمر. بزاف ديال الناس كيستغربوا كيفاش بعض الاشخاص يستمروا مدى طويل في اليوتيوب، وكيعتقدوا بانهم الناس عاديين وبان محتواهم عادي، ولكن هما كيطولوا لان هذا الصدق ديالهم وهذا يعني البساطه ديالهم ما كيحاولوش يأذيوا الاخرين، ما كيحاولوش يخدعوا الاخرين، ولكن كيخلي المتتبع كيتشبت به وكيرتاح في الفرجه ديالو، ما كيحسش بتأنيب الضمير انه كيتفرج له ان هذاك الانسان واحد الانسان مخادع، واحد الانسان كذاب كيبغي يطلع غير من اجل الفلوس. ولا هذا هو الفيصل اللي كيخلي واحد اليوتيوبرز كيطلع رغم انه بسيط وعادي، وكيخليه مستمر، وواحد الانسان اللي ما عرف شنو كيدير وما كيقدرش يطلع. هذا هو السر، انا كنكشف لكم السر. على اي البارح كانوا حوايجات زوينين بزاف، كان النجاح ديال فاطمه الزهراء بنقطه زوينه بزاف، رغم التعب والمصاريف وهذاك الحمد لله، يعني مشاناش داكشي باطل، وانا افتخر بها جدا جدا. وكنقولها كنبغيك وكنحمق عليك، هي المشاغبه ديالنا. فرحت بزاف بالنجاح ديالها الصراحه، ومازال ما هضرش معهم. اليوم غادي يهضر ان شاء الله وغادي نفرحوه بالنجاح ديالها. كنفكر ندير لها شي كادو، ما عرفتش شنو هو الكادو، ولكن حتى نسافروا ان شاء الله نخليها تختار الكادو اللي بغات هي ان شاء الله يا رب العالمين. إخواني أخواتي، هذه السريعة كانت كتخاطبكم
كتخاطب يعني القطيع المتتبعين ديالها، كتقول ان القنوات ما كاينش مصداقيه، كيكذبوا، ما كاينش، هي كتطلع وكتفند داكشي اللي كيقولوا انهم تيكذبوا عليها. ولكن اخوتي هي اكبر كذابه في بزاف ديال الحوايج، حتى هي كتقول شي حاجات اللي ما كاينين، ولكن اغلب الكلام ديالها كله كذوب. دابا كتقول انا اخوتي جيت نشوف مع، قلت لكم اجيو معايا نشوفوا يعني الشكايه ديالها فين وصلت، ولكن في نفس لا فيديو لقيتها كتكلم على العاقه الصغيره انها نجحات، وهاد العاقه الصغيره ما عمرها مشات ما كديرش لي دوفوار، ما شفناش كدير واجبات ديالها، ما شفناش مهتمه بالدراسه، ولا حتى كتمشي للمراجعه يعني اللي كنقولوا حنا السوايع. المدرسه دائما كانت متغيبه عنها، لان الاب ديالها اللي هو بكريشه كان ياخذها كشاهده في قضيه زنا المحارم، بالرغم انها كيفاش غتكون شاهده وهي يعني غتكون منحازه، ولا تكون بالغه، ولا تكون كيفاش الشهاده ديال الدريه غادي يديروا ياخذ بها القضاء؟ لا اظن ذلك، ان كياخذها كشاهده، يمكن غير كيديوها معها مصافي، هذا ما كان. وما عمرنا شفناها كتقرا بجديه، في اغلب الاحيان كنشوفها كتكلاشي غير الام ديالها مع اختها، والمهم وداك التفاهات اللي كانوا كيصوروا داك الشيء. ما فهمتش انا كيفاش هذه جابت اعلى نقطه هاد الخيتي هذه. انا كلشي كان متوقع ما غاديش تنجح، ولكن دابا كتقول لها سريعا نجحت باعلى نقطه، والله يخلي كتحبها بزاف. واش هادي ما فهمتش انا كيفاش الحب ديال النفاق، كتحب كتبين كدير راسها كتحبها اكثر من امها، كتنافس هذيك السيده بناتها. شوفوا كيفاش دايره الطلاميس باش يقولوا هما مرت الاب كتبغينا اكثر من امنا. لا انا ما قال لك اللي ما ولدو ما حن فيها خوتي، التمثيل والفلوس هما اللي مخلينا الحب المزيف، يعني كل شيء تمثيل، كل شيء باين، كل شيء كذوب، حياتهم كلها كذوب هاد الناس هادو. وقال لك بكره نقعد، كيقول اخوتي المثل المصري ديال خوتنا المصريين تحياتي لهم، بكره نقعد جنبي الحيطه ونسمع الزيطه. دابا نشوفوا هذا النجاح، ودابا نعرفوا كل شيء. دابا يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. خوتي كان هذا هو لا فيديو تاعي ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش اللايك والبارطاج، وتحياتي لكم والسلام عليكم.